السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي الكرام. اليوم إن شاء الله نعطيكم طريقة سهلة علاج منزلي لمعالجة داء القولون. مثل ما تعرفون داء القولون في الآونة الأخيرة انتشرت في كل بلادنا. والعجيبة قبل فترة إجاني شخص عمره 12 سنة مصاب بهذا المرض. فأنا شخصيا صار لي سنوات طويلة أبحث على علاج فعال ويكون مجرب حتى نقضي على هذا المرض الشاسع اللي منتشر في بلدنا. والحمد لله والشكر توصلنا إلى علاج فعال وسهل كل إنسان يقدر يستعمله بالبيت وبدون أي مضاعفات وبدون أي مخاطرة. مثل ما تعرفون أكثر الخلطات اللي تصير بالأعشاب الطبية أو أكثر العلاجات اللي بالطب الكيمياء ما جابت أي نتيجة، بس الحمد لله أني توصلت لمعالجة هذا المرض وطريقة سهلة جدا. هو مجرد تمر الهند. تمر الهند الحامض، عندنا نوعين من تمر الهند مثل ما تعرفون، الحامض والمالح. التمر الهند المالح ما تصير، التمر الهند الحامض. نحضر قلاص مي من الليل قبل ما تنامون، تحضرون قلاص مي وتخلي مقدار قاشوقة مال أكل من التمر الهند بالمي وتحاول تخوضه، يعني شوية تمرد التمر الهندي وتعوفه تخليه بالثلاجة للصبح. يبقى بالثلاجة للصبح وتجي الصبح من الطلعة تشوفه صاير على هالشكل، مستحلب التمر الهند بالمي. فهذا طريقة الاستحلاب احنا نسميه. فمن استحلب يعني انطى كل فعاليته وين للمي وبقى تمر الهند راكد جوا المي. الصبح قبل ما تتريق تشرب المي الصافي، واما البقيه تذبه ما تشربه. ومن الصبح تحضر له قلاص ثاني مثل ما حضرته بالليل، تخليه بالثلاجه ويبقى للعشاء. قبل ما تتعشى بنص ساعه او بربع ساعه تشربه نفس ما شربت الصبح، بس المي الصافي والراكد تذبه. وهكذا تعيد هذه الطريقه يومين 3 أيام. من تستمر عليه تشوف تدريجيا القولون مالتك بدا استقر، والاوجاع ما تبقى عنده، والنفق والغازات كل هذه الامور ما تبقى. وتمر الهند معروف بخصائصها غنيه، مو بس علاج للقولون، فهو علاج لداء الشقيقه وعلاج للصداع المزمن وعلاج للامراض المفاصل مثل الروماتيزم، ومفيد. فهو مقوي عام وينزل الكوليسترول بالدم، وحتى يجوز يعني اللي عندهم سكر لا يخاف، يقول انا عندي سكر احتمال التمر الهندي يضر. لا بالعكس، حتى لو عنده سكر شيء طبيعي يقدر يستعمله. حتى لو امراه حامله فهي عندها حمل نفس الحاله تقدر تسوي، ماكو اي خوف على جنينها وعلى طفلها نهائيا. برا زكان امرو علاج بيزور سهل مبوداني نوا بو معالجي نخوشي داء القولون. وكو زان داء القولون نخوشي كي زور منتشره نمرو جانا لولاتا كمان. فزلان بيرو اختيارو قنج اي قريت واخرت اي قريت، حتى ما يبلي يصير قريكي قنجان بنام جارك تمني زور منالا فتشي داء القولون هذا. فكان صار كمن محاولات كعلاج فعال وبسيط بدوز موضوع من الخوشيه. والحمد لله امراض وزمان توكل تمر الهند كوا معروفه خرماي هندي، فدو نوعيه كل شيء وشوريه. شوركي نابيت فترشكي قلاسيك او لا وقلاسيك او اديني اتماني قوش مقدار كوش كيك الى مقدم لو اكيد انا او قلاس او أمين الإيوارو تاكم بياني كي جناب ثلاجة شوني كي سار دايني، فبياني كانت البويسي لكي استحلاب هو أوائلي هذا. فأو تمر هندك أو ياوتو نناو أو أوا. فأوا كي باني أخوي بس مجرد أوا أخوي، فأو تلي كوا ما أو تلو ترم هندا فريدي. فأتماني بياني كلاسي تنحازل بكي بو إيوارا بلنا عين دوبارا قلاسي دوما أخوي. تاكم سيبا شوارو سرقه روش بروش قولونت آزاري نامنت وغازات نامنت وطبيعي أبي. همو ما نزاني تمرهن إستفادة زورة نبس بو داء القولون، بو حتى بو نقوشي روماتيزم أو بو بكوات كوليسترول لفرد مرزة أو بو آزاري مفاصل أو بو سراسية أو داء الشقيقي كوا
بيامين واتوانين حتى اتواني بو افرتك استعمالي بكي كوا حامله هي هیچ مزنتي كينيا بو حملك فتكاي لهم برادر كان فأو شخصية كوا ام فيديو ابينت يان بدن بيجنيت خلق يان مشاركة بقتاكم همو بريانا كان او همو شخص همو هاوركان ما بيبينن اتاكم استاليه كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.